بيبدأ الفيلم بمجموعة من العمال بيقطعوا الشجرة اللي في الغابة عشان يبنوا شريط سكة حديد. وبالليل بتخلص الوردية، وبيقول لهم رئيس العمال يوقفوا شغل ويكملوا بكرة. ولكن واحد منهم اسمه دارتو بيكمل شغل. فبيجي زميله وبيقول له يلا كفاية كده النهاردة. فبيقول له دارتو إنه لو وقف شغل دلوقتي هيخصموا منه فلوسه، وهو عنده أقساط لازم يدفعها. وبيقول لزميله أنت كمان وراك التزامات كتير. فبيوافق زميله على كلامه، وبيرجعوا يكملوا شغلهم. وبعدها بشوية دارتو بيسمع صوت غريب فبيروح يطمن على زميله، ولكنه بينصدم لما بيلاقيه متعلق في سقف النفق ومقتول بطريقة غريبة. وبعدها بنروح لمحطة قطار سانجكارا، وده عبارة عن قطر سياحي خاص متجه إلى منتجع سانجكارا في أول رحلة ليه. وبيحضر الافتتاح واحد من المستثمرين اسمه سانتوس مع مدير المشروع واللي اسمه بارا. وفجأة وهما بيتكلموا بيجي مجموعة من السيدات من أهل القرية، وبيزعقوا وبيقولوا فين أزواجنا العمال اللي كانوا شغالين معاكم. فبيستغرب سانتوس وبيسأل بارا، وبيقول له العمال دول اختفوا فين. فبيقول له بارا ما يقلقش وإنه هيعمل اللازم، وإن كل حاجة تحت السيطرة. وبعدها بتيجي واحدة اسمها بورناما مع أختها الصغيرة كيمبا، وبيتفرجوا على نموذج للقطر والمنتجع. وبتقول بورناما لأختها إن القطر هيعدي على 5 أنفاق لسه بانيينهم جديد، وهيوصلوا المنتجع على بالليل. وبعدها هيسترخوا بمسبح الينابيع الساخنة وهم بيتفرجوا على الألعاب النارية. وبيجهز الركاب نفسهم عشان القطر هيتحرك، وبيكون مكون من 5 عربيات. أول عربيتين درجة أولى، وآخر عربيتين درجة اقتصادية. والعربية رقم 3 فيها البوفيه. وبيتحرك القطر في أول رحلة ليه، وبتكون زوجة دارتو راكبة في الدرجة الاقتصادية ومعاها صورة لجوزها. وبتتخيل جوزها واقف في آخر العربية، ولما بتروح وراه ما بتلاقيش حاجة. وبتحاول تروح تكلم سانتوس، ولكن موظفة البوفيه بتمنعها وبتقول لها ممنوع ركاب الدرجة الاقتصادية يدخلوا عربيات الدرجة الأولى. وبتكون برنامة واختها كيمبا في العربية رقم 5. وفجأة بتشوف كيمبا غراب طاير جنب الشباك وبيخبط فجأة في الإزاز فبتتخض منه. ولما بتبص تاني ما بتلاقيش حاجة. وبتقوم برنامة عشان تروح الحمام، فبتلاقي حمام العربية رقم 5 زحمة. فبتروح حمام العربية رقم 4. وبيدخل القطر في أول نفق. وبيلاحظ صديق سائق القطار إن الباب في العربية رقم 5 فيه مشكلة، فبيبعت حد من العمال عشان يشوفه. وقتها كيمبا بتلاقي أختها اتأخرت، فبتروح تشوفها في حمام العربية رقم 5، ولكن بتلاقي حد تاني خارج من الحمام. فبتروح تشوفها في حمام العربية رقم 4. وفي نفس الوقت بنلاقي بنت صغيرة في العربية رقم 5. بتشوف بنت تانية واقفة ورا الباب وبتشاور لها عشان تلعب معاها، ولكن فجأة بتظهر البنت دي بصورة شيطان. فبتتخض البنت الصغيرة هي والعامل اللي كان رايح يصلح الباب وبيصرخوا هما الاتنين. ولكن العربية رقم 5 بتنفصل فجأة عن باقي القطر وبتفضل جوه النفق. وقتها بتلاقي كيمبا اختها طالعة من الحمام وكان شكلها بترجع. فبتقلق كيمبا عليها وبتقول لها لازم لما نرجع تروحي للدكتور. لكنهم بيتفزعوا لما بيلاقوا العربية رقم 5 مش موجودة. فبيجروا بسرعة على واحد اسمه تايكون موظف في القطر وبيقولوا له إن العربية رقم 5 مفقودة. فبينصدم لما بيلاقيها فعلا مش موجودة. وبيتخض الناس في العربية رقم 4 وبيسألوه إيه اللي بيحصل. فبيكدب عليهم وبيقول لهم إن حصل خلل فني في العربية وإنها في النفق وإنه بعت حد يصلحها. وبعدها تحصلهم على المنتجع، وبيروح يفحص لوحة الكهرباء عشان يتصل بالطوارئ. فبيلاقي إن السلك بتاع القطر عطلان وعليه طحالب ومادة هلامية لزجة. وبيشوفوا صديق سائق القطر وبيسألوا فيه إيه. فبيحكي له تايكون اللي حصل، وإن العربية رقم 5 مفقودة، وإن اللاسلكي عطلان، وإن في حاجة غريبة بتحصل. ولكن صديق ما بيكونش مصدق وبيقول له إن ده مستحيل لأن فصل عربيات القطر ليها إجراءات خاصة. فبيحلف له تايكون وإن ده حصل وبيقول له يروح يشوف بنفسه. فبيقول له صديق ما يجيبش سيرة لحد ما يتصرف. وقتها بتكون برنامة لسه تعبانة وبتروح لحمام العربية رقم 4، وبتقول له أختها هاتيلي حاجة أشربها. بعدها بيجيلها مكالمة من الدكتور اللي بيعالج برنامة وبيقول لها خليها تعدي عليا في المستشفى ضروري. ولما بتسأله عن السبب فبيقول لها إن العملية الأخيرة فشلت وإن السرطان منتشر في جسمها. فبتزعل جدا على أختها لأنها قالت لها إنها خفت تماما. ولما بترجع أختها بتفضل تعاتبها وتقول لها حرام عليكي تسيبي نفسك كده، أنا قلقانة عليكي وخايفة يجرالك حاجة وتسيبيني لوحدي. وبيرجع تايكون لبورناما وكيمبا في العربية رقم 3 وبيعتذر لهم عن العطل الفني اللي حصل. وبيقول لهم إن موظفين المحطة بيصلحوا العربية، وإنه هينقل الشنط بتاعتهم اللي كانت هناك مع ركاب العربية على المنتجع في وقت قريب.
وإنه هينقلهم للعربية رقم 4 وهيديهم نقط إضافية في الرحلة يستمتعوا بيها كتعويض عن اللي حصل لهم. وبيدخل القطر في النفق التاني، وبيكون ركاب العربية رقم 4 عمالين يغنوا، وفجأة واحد منهم بيتخنق، فبتجري الناس عليه عشان تساعده وتجيب له مية ولكنه بيموت. وبيلاقوا واحد تاني بيتخنق بنفس الطريقة ولكنه بيتكلم بصوت غريب وبيقول لهم إنهم هيموتوا كلهم ومش هيقدروا يهربوا من العقاب. وبتظهر الشياطين في العربية وبيقتلوا الركاب واحد ورا التاني بشكل غريب. وبتنفصل العربية رقم 4 عن القطر جوه النفق، وبتكون كيمبا شايفة اللي حصل فبتصرخ، وبتيجي أختها مع تايكون وسانتوس وبارا عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. فبينصدم سانتوس لما بيلاقي عربيتين مفقودين، وبيفضل يزعق ويسألهم ازاي ده حصل وانتوا كنتوا فين وبتعملوا ايه. فبتقول له مرات دارتو ان كل ما بيدخلوا نفق بيفقدوا عربية، وان دي مش صدفة، وانه حصل مرتين، وان ده مش عطل فني ولا حاجة، وانه تحذير ليهم، وان الموضوع بدأ يخرج عن السيطرة. فبيستهتر بارا بكلامها وبيضحك عليها، ولكن كيمبا بترد عليه وبتقوله ان الكلام ده حصل فعلا، وانها شافت ركاب العربية كأنهم محتجزين من كائنات تانية ولكنهم مش بشر. ولكن بارا بينكر اللي حصل، وبيقول ان العربيتين فصلوا بسبب عطل فني، وانه هيتصل بالطوارئ. وبيقول لسانتوس يطمن وان الموضوع تحت السيطرة، وبيقول له تعالى نروح للعربية الأمامية. فبيرفض سانتوس وبيقول له لأ، روح انت. ولما بيرجع بارا للعربية الأمامية بيلاحظ وجود طحالب على الكرسي، فبيشيلها بالمنديل وبيخفيها قبل ما حد من المستثمرين ياخد باله. وبيروح بعدها على عربية القيادة وبيحكي لصديق اللي حصل، وإن العربية 4 و5 مفقودين. وبيقول له صديق إنه عارف وإنه بيحاول يتصل بالطوارئ ولكن اللاسلكي بتاع القطر عطل فجأة. وبيوري له فيديو للشياطين اللي ظهرت، فبيقول له بارا يمسحه بسرعة قبل ما المستثمرين يعرفوا ومشروع يتدمر. وبيقول له لازم نوصل للمنتجع بأقصى سرعة، وهناك نبعت فريق إنقاذ لإجلاء الركاب اللي في العربيات المفقودة. وبيروح صديق لسانتوس وبيقول له يروح معاه على العربية الأمامية. فبيعتذر سانتوس من الركاب وبيقول لهم إنه هيعوضهم عن اللي حصل وإنه هيوفر لهم مكان في الدرجة الأولى. ولكن زوجة دارتو بتكلمه وبتقول له إن جوزها اختفى وإنه كان بيبني خط السكة الحديد بتاع المحطة وإنه مرجعش البيت تاني. فبيقول لها إنه ما يعرفش جوزها ولا يعرف حاجة عن اختفائه، وإن بارا هو المسؤول. وبياخد تايكون بورناما واختها ومرات دارتو على العربية رقم 2. بعدها بتتعب بورناما تاني وبتروح الحمام وبترجع دم. وبيدخل القطر في النفق التالت، وبتكون المضيفة اللي في البوفيه خايفة تقعد في العربية لوحدها، وبتطلب من سانتوس إنها تروح معاهم على العربية رقم 2، لكنه بيرفض عشان الركاب ما تاخدش بالها ويقلقوا، وبيسيبها وبيمشي. ولكن فجأة بيسمع صوتها وهي بتصرخ، فبيجري عليها هو والمضيفة التانية والركاب، وبيلاقوا النور بايظ وبيرعش، وبيفضلوا يندهوا عليها. ولكن فجأة بيظهر لهم الشياطين بتوع الغابة، فبيلاقي نفسهم متكتفين ومش قادرين يتحركوا، وبيحاولوا يتسحبوا بالراحة عشان الشياطين ما تاخدش بالها. ولكن واحدة من الركاب بتمسك سكينة وبتهدد الشياطين، فبيخلوها تذبح نفسها. وبتظهر الشيطانة الكبيرة وبتقتل سانتوس. وبتطلع برنامة من الحمام وبتشوف اللي حصل، فبتصرخ وبتندى على تايكون، وبتكون المضيفة التانية لسه عايشة، فبيحاولوا يفتحوا لها الباب بسرعة عشان ينقذوها. ولكن الباب ما بيفتحش والعربية بتنفصل عن باقي القطر جوه النفق. وبيروح تايكون لصديق ويقول له لازم توقف القطر حالا قبل ما يدخل النفق الرابع والعربية دي كمان تختفي. فبيغضب ركاب العربية رقم 2 لما بيعرفوا اللي حصل. وبيجي بارا وبيقول قدام الناس انه من الاول كان شاكك في ال3 ركاب دول اللي جايين من الدرجة الاقتصادية، وانهم ازاي فضلوا عايشين بالرغم من اختفاء العربيات التانية، وانهم تظاهروا بطلب المساعدة من تايكون، وان هو المسؤول عن قفل ابواب العربيات. وبيقول صديق لتايكون انه خطط لفك العربيات الاقتصادية وكمان يوقف عربيات الدرجة الاولى في المكان المعزول ده عشان يسرق الناس. فبيصدق الركاب وبيبدأوا يتهموا تايكون واللي معاه، وواحد منهم بيكسر رقبة ازازة وبيهدده. وبيشوفوا النفق الرابع قرب منهم، فبيقول لهم يا جماعة لازم نروح كلنا للعربية رقم 1 قبل ما نموت كلنا هنا، وان احنا مش حرامية ولا حاجة. ولكن الراجل ما بيصدقش وبيعور برنامة بالازازة في ايديها، وبيتخانق مع تايكون، فبيوقع الازازة من ايده، وبتاخدها برنامة وبتهدده عشان يسيبهم يمشوا. ولكنه بيهجم عليها فبتدخل الازازة ببطنه وبيموت غصبا عنها. فبيتوتر باقي الركاب وبيخافوا، لكن برنامة بتهددهم بالازازة وبتاخد اختها وتايكون وبيهربوا من العربية. ولكن بارا وصديق بيكونوا هربوا للعربية رقم 1 وقفلوا الباب وراهم. وبيحاول تايكون يفتح الباب ولكن ما بيعرفش فبيكسر الإزاز. وبتعدي برنامة واختها ومرات دارتو من الباب، ولكن الركاب بيهاجموا تايكون وبيمنعوه يهرب.
فبيقول لهم سيبوني أعدي بسرعة قبل ما ندخل النفق وتظهر الشياطين، لكنهم ما بيكونوش مصدقينه وبيضربوه، وبيدخل القطر النفق فعلا. وفجأة بيسمعوا أصوات غريبة وبتظهر الشياطين وبتفضل تقتل في الركاب واحد ورا التاني. فبيهرب تايكون لآخر العربية بسرعة، وبيفتح لهم صديق الباب وبيقفل وراهم تاني. وبعدها بتختفي العربية رقم 2 جوه النفق، وبيتخانق تايكون مع بارا وصديق وبيقول لهم لازم نوقف القطر بسرعة قبل ما ندخل النفق الأخير ونموت كلنا. وبيروح بارا لعربية القيادة وبيقفل الباب وراه، وبيقول للسائق المساعد زود سرعة القطر لأقصى سرعة. وبيكتشف صديق والركاب إن بارا حبسهم في العربية رقم 1 وركب هو في عربية القيادة، فبيخبطوا على الباب عشان يفتح لهم. وبيقول صديق للسائق المساعد افتح الباب، أنا السائق المسؤول وما تسمعش كلام بارا. ولما بيفتحوا له الباب بيخفف سرعة القطر، فبيتخانق بارا معاه عشان ما يوقفش القطر. وأثناء ما بيتخانقوا بيقع تايكون من باب القطر ورقبته بتتقطع وبيموت. وبيفرمل السائق القطر بسرعة، فبيقف القطر في وسط الغابة قبل النفق الأخير، وبيربطوا بارا من إيده بيكلبشوه. وبتقوله برنامة لازم تدفع تمن اللي انت عملته في تايكون. وبتسأله زوجة دارتو عن جوزها اللي اختفى وهو شغال في السكة الحديد، وزمايله العمال اللي اختفوا هم كمان وكانوا زوجاتهم بيزعقوا عند المحطة. فبيقول لها إنها مش مسؤوليته. فبيقول له صديق إن أنت السبب في كل اللي حصل وإنك لازم تتحاسب. وبيحكي لهم عن اللي حصل في الخيمة وهم شغالين في شريط السكة الحديد، وإن المهندس كان بيقول له إنه مش هيقدر يوسع الغابة أكتر من كده، ولكن بارا بيقول له اقطع الأشجار دي كلها عشان توسع براحتك. فبيقول له حارس الغابة إنه ما ينفعش يعمل كده، لأن الغابة بيسكنها مجموعة من الشياطين اللي لا يمكن السيطرة عليهم وعلى شرهم، وإن الغابة دي تبقى بيتهم، وإنه لازم يلغي اللي بيعمله ده قبل ما يغضبوا منهم، وساعتها العقاب هيكون أشد ألم من الموت. ولكن بارا بيقول له إنه ما بيؤمنش بالخرافات دي، وإنه هيكمل المشروع. وبيطرد حارس الغابة بره الخيمة، وبيقول لهم صديق إن دي الحقيقة. وبينزلوا من القطر كلهم، وبيفكروا يلفوا من حوالين النفق وياخدوها مشي في الغابة لحد المنتجع لأنه مش بعيد، وهناك يطلبوا المساعدة. ولكنهم بينصدموا لما بيشوفوا الشياطين خارجة قدامهم من النفق. فبتقول لهم برنامة لازم يهربوا بسرعة لأن الشياطين بتظهر في الضلمة ومش شرط النفق. فبيطلعوا يجروا كلهم، وبتروح الشيطانة الكبيرة لبارا وبتقتله بطريقة بشعة بسبب اللي عمله في الغابة. وبتحاول برنامة واختها يستخبوا من الشياطين في الغابة، ولكنهم بيلاقوا الركاب جثثهم بتتحول لشجر، والشجر بيسحب روحهم. وبيبدأ الشجر يلف حوالين كيمبا وبرنامة، وبيكونوا مش قادرين يتحركوا ولا ينقذوا بعض. وبتفضل برنامة تصرخ وتعيط ومش مصدقة اللي بيحصل لأختها، وإن جثتها بتتخشب وروحها بتتسحب قدام عينيها. وبتظهر كبيرة الشياطين قدام برنامة، فبتقول لها سيبي أختي وخديني مكانها، ولكن كبيرة الشياطين بتسيبها حية وبتهدم القطر والأنفاق. وبعدها ب6 شهور بتكون برنامة بتتعالج بالكيماوي، وبتروح تقابل حارس الغابة وبتسأله ليه الشياطين ما اكتفتش بقتل العمال وبارا من الأول وخلاص. بيقول لها إن الشياطين لهم تحضيرات خاصة بيهم وإنها بتاخد وقت. وبتروح تزور الشجرة اللي فيها أختها وبتقعد تتكلم معاها، وبتفتكر ذكرياتهم سوا وهي حزينة عليها عشان مريضة، وإنها كانت خايفة عليها لا تموت، ولكن أختها الصغيرة هي اللي ماتت. وبتفهم برنامة إن الشياطين حولوا جثثهم لشجر عشان يعوضوا الغابة بتاعتهم اللي قطعها البشر، وإنهم ما خدوش جثتها عشان تحذر الناس من اللي هيحصل لهم لو جم ناحية الغابة، وكمان عشان هي مريضة وهي بالنسبة لهم تربة أقل خصوبة. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.